السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا حلوين. ايش حالكم؟ علومكم ان شاء الله طيبين. طبعا نبغى نتكلم، بس خليني اضبط الكاميرا شوية لان ضايع ويا الكاميرا انا شوية. نبغى نتكلم عن عملة SAVM او ساتوشي VM. زين، هي عبارة عن لاير 2 زي كيرولاب، زيرو نولج رولاب، اللي هو يسمونهم السايد تشينز. زبدة السايد تشينز هذه لانهم يسرعون معاملات ويخففون رسوم. هذه زبدة الزيكي رولابس. اوكي، طبعا لو تشوف الماركت كاب مالها تقريبا 33، وامس نزلت لين تقريبا 25-20 مليون. من قيمة السوقية يمكن 150-170 مليون، ما ادري كم كانت من كذا يوم. نزلت نزول صاروخ. يعني انت تتكلم من القمة 14 او خلينا نقول 15 الين مثلا 3.5، انت تتكلم عن فوق 85%. فهذا يعني اوريدي رقم صاروخي. لو تشوف مثلا اليوتيوب اللي مطبلين عليها الناس، هذا واحد ما اعرفه منو، ولكن ما ابغى احط صوته عشان الكوبي رايت، ما كوبي رايت. زين، هذا واحد يتكلم عن الناس اللي تطبل. ناس تكتب تعاليق والى اخره، باع على سعر 8، وحد يقولك باع على سعر غير. ناس تكتب تعاليق انه والله نصبة والعملة نزلت نزول صاروخ. حتى كوين ديسك، يعني كوين ديسك اللي هم معروفين في اخبار الكريبتو، شوف شو كاتبين: SAVM prices have continued to show resilience despite ongoing controversy surrounding wallet and selling activity shortly after the token's issuance. يعني حتى كوين ديسك المنصة المعروفة من الاخبار الكريبتو قاعدة تطبل، يمكن مدفوعة الثمن ولا شيء، الله اعلم. زين، وفي واحد مشهور يوتيوبر اسمه كريبتو بانتر، وفي واحد اسمه ميلس داتشر، ما ادري بعد، اظن مشهور مال كريبتو. شو يقول؟ رايت داون، لحظة، لو تشوف رايت داون all influence that shield it and remember them they act as a cartel. They should be signaled to not invest in anything they post. يعني يقول لك هذا، بعد يقول لك فولي اجري. هذا هو المشهور كريبتو بانتر، اسمه ران نيومر، واحد في استراليا اتوقع. شو بعد؟ هذا بعد يطبل. واحد ثاني شو يقول؟ start by cleaning your house you fucking idiot one of them literally works for you. المهم هذا يطبل، وهذا هو المشهور اليوتيوبر، اكيد شفتوه قبل. فم كان اسمه كريبتو بانتر، عنده فوق 700 ألف متابع. واصلا انا عادي انشر الصوت يعني، ولكن ما ابغي يعني، ممكن خلل ما خلل، بس خلنا نشوف شو يقول. قال كلام مهم والله. He was shooting Instagram. Layer 2, decentralized Bitcoin ZK rollup layer 2 that is compatible with EVM systems and uses native Bitcoin as gas. So it's compatible with EVM and it uses Bitcoin as gas. Very cool protocol. We're investors. Full disclosure, we got in pretty early in the game and we're very bullish about the actual protocol, which I'll talk. Very cool project that we are very bullish on. Imagine the level of team of researchers that were researching. قال لك نحن مستثمرين وايد واثقين من هالعملة وداخلين قبلكم ومن هالكلام يعني. زين، وشو بعد قال؟ Say we'll never get into any agreement with any project that gives any allocation and then expects anything in return. We don't do shit like that, and I wish that the rest of the influencers would apply the same thing. He's not doing it. وقال شيء بعد انه مسوي 300 اكس، اكيد ببيع. قال I don't think so. I do have the opinion on that. Let's watch something else as well, alright? I mean, we got into the early stage rounds of Satoshi VM, and I mean, we're in. In fact, I think we may have even sold some tokens because at 300x, if you're not selling, then I mean, you must be an idiot. I don't know. Would you sell if you made 300x? It's much that. يصير بيع. يقول اذا انتم سويتوا 300 ضعف بتبيعون ولا لا؟ اكيد يعني، شيء طبيعي بتبيع على راس الفقراء يعني. زين، ليش تطبل وتعلن عن هالعملة؟ هالعملة فيها طاقة وفيها مشروع والى اخره، وبتوصل القمر وبتغير المستقبل الى اخره. انا دائما ضد هالاشياء المشاهير اللي قاعده تطبل. زي هذا في مشهور واحد ثاني بعد. So if you want access to the Satoshi VM token, best before the launch but of the last 2 months. Now we already anticipate now. Registration ends, by the way, in less than 2 days from the time of recording this video. Go through the steps to register so you can get access to the token at launch. Not everyone will get access to the token. Not everyone will get the access to the token except influencers who are shilling this crap and selling.
allocation than being up 8, so they can't give that to everyone, right? They can't. زبدة الموضوع يوم الناس تطبل وتنشر عن العملة، اعرف انك انت متأخر وانت فريسة طبعا. اعرف اي شيء ببلاش انت المنتج نفسه او انت الفريسة. اي حد يقول لك تعال خذ اير دروبات ببلاش، عملات ببلاش والى اخره، اعرف انك انت الفريسة. ليش انا دايما ضد هالامور في يعني عملات التوزيع اللي يكون فيها غالبا ICO بيع قبل السوق، دايما ضد هالشيء. بخبرك ليش. لو تشوف مثلا يعني نسبة البيع والى اخره، يعني اول شيء كان في عندهم نسبة بيع قبل السوق، على اساس انه بيعرضون على التوكن جنريشن ايفنت 2% و1%. انا شفت التوزيع مع العملة في موقع ثاني، متضح لي ان هذا الكلام كان غير عن اللي هم عارضينه. كان فيها من نسبة ملاك كبيرة والله. لو تشوف انا احاول ادور التوكن الوكيشن مال العملة هذه، سبحان الله لقيت انه فوق 50% مدري 40% كانوا نسبة الملاك فيها، او يعني رقم كبير. بس ما ادري يمكن شلوا الصورة هذه. خلني اشوف، ممكن القى مكان ثاني. التوكنومكس استغفر الله، مش التوزيع. ICO 18 IDO استغفر الله. هذه الاسامي IDO ILO LSE كلها هذه بيع قبل السوق. زين اوكي. اللانش باد ايب ترمينال جمعوا مثلا 100,000، 300x على المشروع. في مكان ثاني بعد جمعوا 250,000، مكان ثالث جمعوا ظني 20,000 يقولون. يعني على السعر هذا 4 سنت، على السعر 4 سنت الناس مسوية تقريبا فوق 300x. وهذيلا يعني السبلاي مالها تقريبا كان 21 مليون. انا شايف نسبة الملاك نسبة كبيرة. خلنا نفرض ان هذا الايكو سيستم مال البيئة والى اخره، وهني عندك السيولة 30%، هاي 60%، وعندك الكونتريبيوترز المساعدين المساهمين او اللي هو 15%، البوت سترابينج 15%، باونس فاينانس IDO 5.1. هذا لما ينحسبن خلته ولا مش مهم. هني 30%. زين زي كيف هذيل يقول لك السيولة مثلا unlocked on token generation event، وبعدين هني يقول لك vested linearly unlocking 5% of total each month. 36% مال بي هاي ما تنفتح. زين على اساس ان تقول لك 36% ما ينفتحون هذيل الا بعد كل شهر. وهني بعد يقول لك locked for 6 months وفستد اوفر. يعني لو تيجي تحسب مثلا 35 والبوت سترابينج 15، يعني 50% هاي على اساس انها استغفر الله ال 15% على اساس ان لوكت 6 شهور، وهني لوكت حق شهريا. unlocking 5% of the total each month linearly. مو مكتوب لك سنة سنتين 3 4، مو مكتوب. هني مثلا مكتوب لك 6 شهور اللي هم then vested linearly over 3 years. اوكي ما فيها مشكلة. سالفة اللوكت وما تنفتح الا بعد شهر الا بعد 6 شهور الا بعد سنة والى اخره كلها كلام فارغ. يعني لو نحسب 15 و35 هاي 50%. اللي صار كالآتي: العمالقة لقوها على سعر 4 سنت. حلو. وصلت العملة لين $14. ما باعوا نسبة بسيطة هني. اوكي ما فيها مشكلة. وردت تطلع مثلا لين 14 ردوا يبيعون لين 10 تموا يبيعون. بس البيع الصاروخ بدأ من وصلت تقريبا $12 لين هني. يعني انت تتكلم لو خضوا مثلا يعني لو خضوا يعني 50%، او خلنا نقول هم على اساس ان هذه العملات لوكت. زين يقولون لوكت. انا سالفة اللوكت ما اصدقها بصراحة. وبعدين انا في الجروب، انا كنت اتكلم في جروب تليجرام، قلت لهم جماعة الخير هذه العملة لازم بيها نزول بحكم ان في نسبة ملاك ضخمة. دايما انا اقول هالشيء.
المهم هذا اليوتيوبر قاعد يقول ان هذيل الجماعة المشاهير قاعدين يطبلون العملة وبس قاعدين هدفهم يسوون فلوس يعني. هذا هو. بس ما ادري، انا ما ادري شفت مكان يراويك نسبة التوزيع، توكنومكس، توكن ديستريبيوشن، ما ادري اذا متضح، ما ادري في مكان انا لقيته، ما ادري وين، ما ادري هاي العملة ولا عملة ثانية الله اعلم. المهم مكتوب الكونتريبيوترز والايكو سيستم هذيل على اساس انهم ما ينفتحون الا بعد مرور شهور، وما ينفتح الا شهرين 5%. وهني الكونتريبيوترز يقول لك 6 شهور following 2 year vesting. زي كيف طاحت؟ وهني نفس الشيء بوت سترابينج 50% initially وبعدين 3 شهور كلف وذن 4% month of the total 15 month. يعني هني يقول لك فوق 15 شهر يعني انه ما بتنفتح الا مجزأة، يعني اجزاء مجزأة. زين اوكي، اذا اجزاء مجزأة كيف العملة طاحت 85% في يوم؟ هذا لان الحين العملة ارتفعت لين $5 وصلت 67، بس من يومين انا شفت بعيوني في يوم وليلة نزلت 60%. فكيف اذا الكمية محجوزة او لوكت وكيف تحركت من $14 وصلت ل 3؟ انت تتكلم فوق تقريبا 90% من 15 لين 3.5 3.2 يعني تقريبا 90%. معناته العملة احترقت. فكيف انت يعني ما ادري. انا شخصيا اول ما اشوف العملة هذه، اذا شفت نسبة الملاك، انا احمد، اذا شفت هني مثلا على سبيل المثال الكونتريبيوترز 15% والمستثمرين 15%، وهني الايكو سيستم على اساس انه لوكت، ما انا انسان ما صراحة مش مقتنع. اذا شفت نسبة الملاك يعني بشكل كبير فوق 40-50% مستحيل ادخل. المهم انا شخصيا مش مقتنع في الامور هذه، وسامحونا على الفيديو اللي طولنا فيه، ونشوفكم على خير ودمتم سالمين ومع السلامة.